شروه بالأمس سيبيعونه اليوم. اسمع اسمه. حتى أقول لك اجمع شملك واعهد عهدك واكتب وصيتك، فمن اشتراك باعك اليوم. ولو تعلم ماذا قالت إيران عنك وماذا أوصلت من معلومات وماذا أرادت مقابل رأسك لانقلبت المعادلة. ولكن من الليلة اعلم بأنك أنت أصبحت اليوم الهدف الأول. لذلك اكتب وصيتك، وهذا ليس تهديد. اكتب وصيتك، ونحن اليوم نتكلم بجدية، وسننتظر وسنرى كل المنامات والأحلام التي رأيتها بأنك ستدخل القدس. انظر من قالها لك ومن خدعك. هذا 24 ساعة سي أبو طالب. سبحان الله. أبو طالب دقيقة في شيء مهم. هذا كويتي هو إيراني أصلا، يقذف يعني عرض الرسول وقاذف، ويبغى يطلع في اللايف عندك لكي هنا يبي يتكلم لك كلام ثاني. والله إنه شيعي وإنه يقذف، وأنا أعرفه يقذف نساء الصحابة. كويس إنكم كتمتموه ولا تطلعوه. هو كويتي من أصل إيراني، وفي لايف يقذف نساء رسول الله وسيدتنا عائشة. انتبهوا منه. أنا بس للتحذير بس. تفضل. هذا منو هذا؟ تم حضره. كتموه تحت، كتموه يبغى يطلب اسمه طيب. كويتي. ما شاء الله لدينا ما شاء الله الأندلسية تقوم بعمل رائع جدا. بارك الله فيها. نعم. شكرا لك. تفضل. هذا المقطع واصل بالفرنس حتى نعطي كلام وادلو. هذا المقطع أبي طالب يبين بالملموس ما قلته أنت في بداية اللايف. صراحة أنا عندي عزيز صراحة احترمك. سبحان الله، أعطاك ربي واحد الذكاء ما شاء الله. إيران ذاك الابن الغير الشرعي اللي نعرف إيران كيف من بناها ومن كان وراء إسقاط صدام وإسقاط العراق إلى غير ذلك. ولكن الابن الغير الشرعي اللي سيقوم بما يقوم به الآن، والمقتل القائد حماس. الكل كان يتنبأ بأن هناك أمور ستأتي في الطريق، ونحن نرى ربما أنا أرى هناك صفقة ما بين هذا النظام الإيراني والإسرائيلي، لأن إسرائيل تفكر في إسرائيل الكبرى، وربما هناك صفقة تستفيد منها والله أعلم. أنا واحد السؤال بغيت نحطو عليك السي أبي طالب. إذا لاحظت السي أبي طالب الوقت الذي يتم الاغتيال فيه قبل بيوم الجزائر تفرض الفيزا على المغاربة، واش ما كاينش واحد الارتباط السي أبي طالب؟ بكل صدق أنا لا شوف أنا بالحقيقة أرى بأن الجزائر كانت تتنبأ بمقتله، وربما هناك أمور لا شوف كل من هو على خط، أقول كل من هو على خط إيران وحاول أن يجعل منها حليفا هو اليوم في ورطة. أنا أقولها بالحرف الواحد، لأن هذا هو الذي قلت. مصالح إيران ليست هي مصالح العالم العربي الإسلامي، لأن هذه المشكلة العقائدية أكبر من أي مشكلة أخرى. أكد أنها وجدت مصالحها. وأنا قلت لكم أنه شوف في أقل من يعني شهر قبل 7 أكتوبر، تصور معي، نحن نعرف أن الحليف الأساسي لإسرائيل هي أمريكا، وأمريكا تفرج عن 6 مليارات. بالنسبة لي هذا ثمن الذي قبضته لإطلاق هذه المؤامرة. 25 يوم أو 20 يوم، 3 أسابيع قبل 7 أكتوبر يفرج لإيران عن 6 مليارات دولار. أتعتقد أن لو أن أمريكا مؤمنة أن إيران تعمل ضدها أو أنها تسلح
الإرهابيين ضدها وضد إسرائيل ستفرج عن 6 مليارات دولار 3 أسابيع قبل عملية 7 أكتوبر. هذا جنون. هذا عنده شيء واحد، أن الصحفيين الاستقصائيين ذكروا أنها عملية مريبة التي وقعت بين أمريكا وإيران، وبالمناسبة أن المال تم الإفراج عنه عن طريق قطر، عن طريق البنوك القطرية، وقطر هي التي تدفع أجور قيادات حماس من بينهم المرحوم هنية. وهنية شخصيا رحمه الله حسب ما ذكر عنه فهم عندما وصل إيران تلك الليلة أنه سيتم التخلص منه، ولكن كان الأمر قد قضي يعني. إذن يا أخي الكريم أنا أقول هذا دليل كما قلت أن يجب على دولنا أن تعود إلى بيئتها الطبيعية، وندعو هذه الدول وحكوماتها إلى إعادة النظر في سياساتها، وأن هذه السياسات ستكون سياسات تخريبية وتذهب بك مباشرة في الحائط إلى الحائط. وكما قال الأخ أبو عبد العزيز هناك دول فاهمت اللعبة وبدأت تشتغل. وأقول هنا ربما في بعض الأحيان لم أتفق مع الرئيس المصري، لكن أنا سمعته يتحدث مع الجنرالات والضباط، قال لهم وإياكم أن تنجرفوا وراء أحاسيسكم ومع الضغوط، نحن لدينا فقط ما ندافع به عن أنفسنا، ولا تدخلونا في مرحلة لا نستطيع الرجوع منها، أو إذا أردنا الرجوع منها سيكون الثمن باهظ. لا تدخل يا أخي الكريم في مرحلة يكون العودة منها والخروج منها يعني سيتطلب منك ثمنا باهظا. الأخ وادنون نحترمه، لا نريد أن يبقى كثيرا بدون حديث. تفضل وادنون. تحياتي الأخ دكتور أبي طالب، تحياتي لك، شكرا على هذا الموضوع، المنصة المحترمة. تحياتي للإخوان المتواجدين معنا والمشاهدين والمستمعين الكرام. لقد طفح الكيل أخي وافتضح كل شيء، واتضح أن حقيقة الشعارات والعاطفة الجياشة وما إلى ذلك من الأمور ما هي إلا خزعبلات، ما هي إلا أمور لا علاقة لها بالسياسة ولا الواقع، أو ما يسمى بالسياسة الواقعية التي تؤمن بما تراه العين لا بما تسمعه الأذن. هذا ما نقوله دائما أخي الكريم، ودائما نندد بأن الخطر الإيراني أشد من الخطر الإسرائيلي. قلنا أن هناك يعني معاملة محاباة بين إيران وإسرائيل في الخفاء، وأن إيران ستضحي كأكباش بكل يعني لا حزب الله لا حماس. كيف؟ انظروا معي إخوان الكرام، هذه الأحداث المتسلسلة المتوالية علينا في هذه الشهور يعني أنهم استدعوا حماس وقتلوه هناك في إيران. الله عجيب أمر. وفي نفس الوقت حتى لا يفتضح أمرهم قتلوا رئيسهم، وهذا كله مع يعني في خيوط متشابكة حتى لا تتهم إيران على أنها هي من قتلت يعني رئيس. انظروا معي أيضا لما يقع، كيف أن إيران هي السبب الأساسي التي دفعت بحماس إلى ما تعيشه غزة اليوم من دمار وقتل. وقلنا بل العديد من أبناء جلدتنا يعني من هم الجزائريين والذين يعني يسمون أنفسهم المجاهدون والثوار والذين يدافعون عن عزة فلسطين تعرفونهم أخي، وقالوا لا أنتم مطبلون، أنتم كذا أنتم كذا. قلنا لهم الأيام بيننا سترون إلى ما ستؤول إليه غزة. قلنا لهم أخي وأنت أيضا، وأشكرك على العديد من يعني التوضيحات والإشارات والمعلومات التي أدليت بها، كانت في المستوى. ودائما أتابعك أخي الكريم، دائما يعني كتجيب داك الشيء هو هذاك
تحليل منطقي استراتيجي عقلاني واقعي بعيد عن العاطفة، بعيد عن التحليل الشوفيني، بعيد عن التحليل الذي حقيقة المحاباة أو أنه غادي ندغدغوا المشاعر ولا ندافعوا. لا لا لا، التحليل الواقعي هو هذا، لأن الاستراتيجية هي التي تؤمن بأن هناك بعض الأمور التي تحاك في الخفاء في هذا. ولكن السؤال أخي أبي طالب الذي نطرحه نحن، ما هو الخطر بالنسبة لنا وقلناه؟ هل الخطر الشيعي هذا أم الخطر الإسرائيلي؟ وقلنا دائما أن إيران وهؤلاء المجوس المردة، هؤلاء الخبثاء، همهم الوحيد هو الضرب في الصف العربي، في الضرب في السنة بالخصوص، أن يقتلوا ولو تحالفوا مع الشيطان. وإسرائيل فهمت اللعبة، إسرائيل فهمت يعني البوزل والشطرنج، لهذا اعتمدت على إيران. فإيران كما يعني ضحت بمشعل ونصر الله هذا الشيطان، وستضحي بالعديد حتى من أبناء جلدتها والزعماء الذين يحكمون إيران، ستضحي بهم من أجل الضرب والنيل وتمزيق الأمة الإسلامية والسنة والعرب. لهذا نقول دائما للعديد من الدول التي لا تزال للأسف لم تخرج، ما هنا أشير إلى قطر وأشير إلى بعض الدول التي لا تريد أن تخرج من تلكم المنطقة الرمادية، التي لو اتحدت هذه الدول العربية السنية حقيقة ستعرف، لأن إيران لا تعي جيدا لأن إسرائيل تعي جيدا أن الخطر ليس إيران، تعي جيدا أن السنة، العرب السنة لو اتحدوا هذا الخطر يأتي من هنا. لهذا تستعمل دائما الشيعة المردة، الشيعة هؤلاء، لتقزيمنا وللضرب فينا. وأولا في الاستيطان، إذا كانت إسرائيل قد احتلت حيزا من الأراضي العربية في سياق تقسيم العالم الشرق الأوسطي، هذه هي الاستراتيجية، إلى مناطق نفوذ أو نوع من الاحتلال بعيد الحرب العالمية الأولى، واستقرت فيها منتزعة في ظروف محددة قرارا من الأمم المتحدة، ثم راحت مستندا إلى ذلك القرار تتخذ من اختلافات الحكام العرب وبالخصوص إيران التي تستعملها للضرب وعدم جديتهم، بالخصوص إيران ومن تفوقها. إيران يا إخوان، إسرائيل عندها دولة مصنعة، دولة مسلحة، عندها يعني متفوقة جدا في الحرب السيبرانية والإلكترونية. أين هي حزب الله؟ أين هي الصواريخ؟ وكاينين كيجوا كيقولنا حزب الله سيريهم الويل. تنازلت إيران وأتركته للمصير المحتوم، قالت له باي باي يا حسن حسر الله، باي باي يا الآخر. والأمر قادم على الحوثيين، وكما فعلت في سوريا وفعلت في العراق وفعلت وكادت أن تفعله في البحرين، ستفعله أيضا. إذن هذا هو التقسيم، ما يسمى بالفوضى الخلاقة التي تمارسها. أنا أرى حسب وجهة نظري الخطر المحدق علينا هي إيران بالخصوص. تحياتي وأنا معك. تحياتي أخي العزيز، شكرا لكم. أخي أبي طالب، فقط شوف، أستسمح من إخواني كلمة فقط، عندي شغل أريد أن أتحدث معه. أولا أخي العزيز أبي طالب أستاذي العظيم، نحترمك بزاف، لأنني دائما كنت أتابعك تبارك الله عليك، ونحن نحب موريتانيا العزيزة، الله يحفظ لنا البلد ديال موريتانيا والمغرب، المملكة المغربية الشريفة. فقط واخا نهضر معك بالدارجة المغربية ديالنا، واخا نهضر معك بالدارجة، نفهم الدارجة غير تكلم، نفهمها مزيان. واخا شكرا. اولا انا بغيت نقول لك انه انا بعد ما تديهاش من قلب الصواب، انا اشكر اسرائيل انها قتلت هذا الشيعي المجرم، لانه كان ضدنا في الصحراء المغربيه. لا اخي بناني، اخي بناني، نحن مهما كان المسلمين من يقول لا اله الا الله محمد رسول الله وقد توفي فامره الى الله. نعم واخا شكرا. وقضيه واحده اخرى، واخا استسمح، وقضيه واحده اخرى الله يخليك ابي طالب، واخا ماشي هذا فاش كتهضر نتايا. بغيت نقول الرئيس ديال الجزائر
والجماعه ديالو الجنرالات الطز فيكم اللي درتيو لنا الفيزا، وحنا علاش غنجيو عندكم؟ اسمح لي يا اخي الكريم، ما نسب لا يعني ما نسب ما والو، ما نسب. بغيت نقول له احنا علاش نجيو للجزائر؟ اش غناكلوا عندكم؟ ناكلوا عندكم القيطات والحمير، لحم الحمير. حاشاك يا اخي العام، وحنا لا نريد ان نذهب الى الجزائر فقط. هذا اللي كاين. وشكرا لك بزاف، وشكرا لك خويا العزيز، وشكرا لك العزيز استاذي العزيز. هبط. شكرا لكم. استسمح، لكن هذا الاخ ربما يتحدث باحاسيسه، وطبعا هذه المعاملات انا سئلت قلت تحصيل حاصل، لان من قطع الجو والبر والبحر بعد ذلك كل ما ياتي هو تحصيل حاصل. ربما أختم يا أخوان الكرام إذا كان في تعقيب أو كلام، لأنه كما تعلمون نقطة النظام بعد إذنك أستاذ أبو طالب. نقطة النظام. نعم تفضل. نعم. الآن إحنا لما نجي نتكلم نقول إيران صديقة الولايات المتحدة الأمريكية، ونقول يعني الطرف الآخر، ثانية واحدة بس، الطرف الآخر سوف يأتي ويقول لك يا أخي إذا إيران صديقة الولايات المتحدة الأمريكية، طيب أنتم كدول عربية أو الدول أنتم ضد المحور العربي على ما يقولون، ليش الولايات المتحدة الأمريكية تقضي على الميليشيات هي والكيان؟ أيوة، هنا نحتاج أن نجاوبكم. لماذا؟ إحنا الآن دول المحور العربي، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية والإمارات ومصر والمغرب، وأنا أقول لك أخوي أبو طالب، ترى موريتانيا وليبيا الآن في الحضن العربي الصحيح، في الحضن والاتجاه العربي الصحيح. أنا أقول لك بصريح العبارة، صحيح. مع الرئيس ولد الغزواني موريتانيا الآن تقاربها مع الخليج بشكل غير طبيعي، وأنا أقول لك مثلها مثل المغرب. وليبيا مع المشير خليفة بن قاسم حفتر انضمت إلى المحور العربي. طيب لماذا؟ هناك الدول نتكلم عند المغرب، من الذي يستثمر في طنجة؟ من الذي المصانع في طنجة؟ أليست الصين؟ أليست الصين؟ طيب أكبر من مصانع الذي الآن المملكة العربية السعودية من الذي يتواجد على أراضيها من خبراء؟ أليس الصينيين؟ التسليح المملكة من الصين ارتفع نسبة 500%. تخيل 500%. بالإضافة الاستثمارات السعودية الآن في الصين تعادل الاستثمارات في الولايات المتحدة الأمريكية $1 تريليون ترى. نتكلم توسعة الإمارات مع الصين والتعامل بالليوان ودول الخليج بالنفط بالليوان. مصر نفس الشيء مع الصين. يعني الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تعيد الثقة مع دول المحور العربي والدول العربية. طيب ما هو الثمن؟ الثمن إذا أردتم فعلا بناء علاقات معنا أكثر من رائعة، تعالوا الميليشيات الذي أنشئتموها أنتم وإيران اقضوا عليها. صحيح. وسوف نعيد معكم علاقاتنا أكثر من رائعة. ابدوا حسن النوايا معنا. الرئيس الصيني تشين بينغ لما أتى للمملكة العربية السعودية كان يطالب اجتماع مع السعودية، وأنا أبو طالب بتكلم معك بعدين على الهاتف، نتكلم كثير. نعم. بس ما أبغى أطيل عليك. كان يحلم تشين بينغ وقالها وان جاي وزير الخارجية الصيني وان جاي، قال كنا نحلم أن نجتمع مع المملكة العربية السعودية، يعني إحنا لدينا اتفاقية مع المملكة العربية السعودية. 3 قمم ما توقعها الرئيس الصيني، قمة سعودية صينية، قمة خليجية صينية، قمة عربية صينية. وزير الخارجية وان جاي قال منذ تأسيس الصين إفريقية صينية كذلك، وقمة إفريقية صينية. منذ عام 1949 لم نحلم باجتماع مع العرب مثل ما لقيناه في المملكة العربية السعودية. يعني إحنا الولايات المتحدة لقناها درس، البديل جاهز. إذا أردتوا أن تلعبوا بفزاعة إيران البديل جاهز، الصين وروسيا. المغرب أخوي أبو طالب في الجار، وأنا ما أبغى أطيل، الجار أعتقد أنه قادم في المسرحيات الأكبر. أبو طالب وأذكرك مش حيضرب الآن مضيق جبل طارق، الآن ممكن أن تضرب تندوف بحجة تواجد ميليشيات. 2030
حتكون المغرب متغيرة، موريتانيا متغيرة، ليبيا متغيرة، السعودية متغيرة، مصر متغيرة، الإمارات متغيرة. أخي أبو طالب، اليوم المغرب احتفلت بإنتاج مدفعية صنع مغربي 100%. ماذا أنتجت الجزائر؟ أنتجت أمير موسوي يسرح ويمرح في ولاية تندوف هو والحرس الثوري الإيراني. هل من المؤلم أن نشوف الجزائر تقصف؟ هذا مؤلم لنا. ودمشق وبغداد وصنعاء في الحديدة، هذا من المؤسف، هذا من المؤسف. أنا كعربي لماذا ضم شرعنة للكيان ضرب هذه الدول العزيزة على قلوبنا؟ أنا أعتقد تندوف حتضرب، والأيام بيننا. أخي بطل، أنا آسف إني طال ويعطيك العافية. أخي أبو عبد العزيز، لا أنا أقول لكم بما أنك ذكرت بالمناسبة كما تعلم أنا كنت قد قررت أنني لا أخوض في دولة معينة، لكن قلت في اللايف البارحة أو الأمس انتظروا تغييرات جذرية لأن الإخفاقات توالت، وسترون في الأيام والأسابيع القادمة تغيير كبير في منطقتنا. أعتقد أنني سأختم لأنه الوقت. قلت لك ما كان ابو عبد العزيز، انا المملكه المغربيه فهمت الفيلم في السيناريو، وبدات كتكون هناك علاقات عسكريه في الصناعه العسكريه مع البرازيل، رومانيا والهند وباكستان، وبدات كتصنع السلاح ديالها، حيت عارفه ان الان الحليف ديالك هو ان تصنع الاسلحه ديالك ويكون عندك الاكتفاء الذاتي. هذا هو الأهم. وثاني حاجة نتمنى من الدول العربية هذه الميليشيات اللي الولاء ديالها كتهدد الدولة حيت هي مسلحة ديجا، كتهدد الأمن القومي ديال الدول العربية، تسلم سلاحها لهيئة الأركان ديال الدولة، وتكون والولاء ديالها الدولة ديالها تبعد على إيران اللي لا علاقة بين الفارسية والعربية، واللي يكونوا عرب أقحاح باختلاف المذهب. حنا ما كيهمناش المذهب، الولاء هو الاهم، حيت يقدر يكون مسيحي وانت مسلم، ولكن الولاء ديالو اللي مثلا الدوله ديالو ليس اللي المذهب. هذا اللي بغينا، والسلام عليكم ورحمه الله. طالب تفضل وزنون. نعم. انا ارى واسمح لنا، انا ارى انه من يمعن النظر الى العلاقات الاسرائيليه الايرانيه لا يرى أي عداوة بينهما بالمطلق، حتى يعني أن أحيانا وزير إيراني أعلن عن إعادة العلاقات مع إسرائيل فيما جرى حلا للمسألة الفلسطينية على أساس الدولتين. وهذا يقودنا أخي إلى أن كل التصريحات الإيرانية هي مندسة، يعني غير صحيحة، وليست في عمق تفكير الولي الفقيه، بل ليست إسرائيل هدفا من أهدافه على الإطلاق. ويمكن قراءة ذلك في الواقع القائم اليوم بين الدولتين، فالعلاقات الاقتصادية بينهما على خير ما يرام، والكل يعرف بأن التوظيفات الإسرائيلية في إيران تبلغ 30 مليار دولار أخي، 30 مليار دولار، ناهيكم عن 200 شركة إسرائيلية تعمل في مجال النفط وفي ميادين الحياة الأخرى، ما ينفي كل ما يقال عن العداء المزعوم، إذ إن عدد الكنس اليهودي أيضا في تزايد. ولكن ما حقيقة الزعم الإيراني بالعداء لإسرائيل؟ سؤال لابد أن يخطر الكثيرين. بل لماذا هذه الحملة المكثفة من الشعارات الإيرانية ضد إسرائيل؟ الجواب واضح أخي، إنه المجال الوحيد الذي يمكن إيران من الدخول إلى المنطقة عبر نفوس أناس يعانون الهزيمة أصلا للأسف الشديد، ويبحثون عن نصر وإن كان معلقا في الأفق والحلم. نعم، لقد استغلت إيران الحال اليائس الذي يعيشه بعض الدول بالخصوص خصوصا عرب بلاد الشام للأسف إثر هزيمة منذ عام 1967. فقد قامت الثورة الإسلامية الإيرانية بعد 12 عاما فقط من الحرب التي شنتها إسرائيل على 3 دول عربية مجتمعة كانت شعوبها بل العرب كلهم حين ذاك يعانون تأثيرات مرار تلك الهزيمة ويسعون إلى تجاوزها. فرأت في الثورة الإسلامية الإيرانية وشعاراتها باعثا على الأمل، وهذا بالضبط ما التقطته الساسة الإيرانيون ليكون المدخل المناسب لهم إلى المنطقة، إذ دخلت مرحبا بها في وقت عجز فيه البعث أو عسكر الكتر من استعادة ما خسره أمام إسرائيل التي لا تزال حتى اللحظة تنام ملء شواردها باحتلالها الجولان وبرفضها حقوق الشعب الفلسطيني وما إلى ذلك. إذن الخطر، كل الخطر هي إيران،
واتمنى للعقول اللي عنده شي عقل ينوض يعني ذاك الرقاد يقوم منه، حيث ايران هي الخطر. تحياتي وشكرا. ربما طالب استفسار، بس استفساره واد نون هذا موريتاني؟ لا اخ مغربي من اقاليم الجنوبيه. ونعم والله، لا اللهجه كذا زي الموريتاني، بس الرجل للامانه عقليه، انا صراحه للامانه احترمه ورفع بكل الاخوان اللي واد نون رجل يتكلم بلغه فكر كبير جدا، رجل يتكلم بطرح اكثر من رائع. انا من الناس اللي للامانه، يعني للامانه في ناس صراحه اضافه لانك تجلس معه، اضافه للامانه. استاذ ابو طارق، انا اقول انت مثل البدر ما تظهر لنا في الشهر مره، ما شبعنا منك. انت برضه اخي ابو عبد العزيز، كنت قد حدثتني عن امر معين وعن كشف حقيقه معينه. انا اطلب منك الان والاخوه ينتظرون ان نحضر للايف، ربما الوقت قد حان، وانت ربما تعرف عن ماذا نتحدث، عن المعلومات. انت منعتني منعتك، ولكن ربما اقول ان الوقت قد حان، لان الظروف ربما ملائمه لربما ندرس موضوع لايف، ما هي تداعيات التغير في الموقف الإيراني في منطقتنا. هذا يعني ربما يكون في لايف، يعني وإذا استطعت أن تأتي بمصدرك سيكون إضافة أمام المشاهدين. أكثر من قرابة 600 شخص. جوالي عندك يا أبا طالب، والصحفي موجود لدي، أنا أمام الجميع الكل يسمع. صحفي عراقي كردي من أصل كردي، صحفي ورجل معروف في الفوكس نيوز، في القناة العربية، في جميع القنوات العراقية، وصحفي عراقي. أنا مستعد أن أتيك به إلى هنا، وكلنا نجلس في هذا اللايف ونتكلم بكل وضوح. وأنا رهن الإشارة لديك، متى الجوال عندك ترفع السماعة وتحدد الوقت، ونحن والأخ موجود وصديق لي. إذا استطعنا أن ننسق مع المصدر، غدا منتصف النهار يوم الأحد، ربما الساعة كم؟ نترككم أنتم بتوقيتكم. أنت كم الساعة عندكم الآن؟ الآن عندنا 4:30 عصرا. إذا يعني فرق تقريبا 3 ساعات بيننا. فنحن نقول هنا الساعة 12 في نواكشوط، الساعة 1 في المملكة المغربية، وعندكم ربما 3. الساعة 3 عصرا. خلاص أوكي، بكرة إن شاء الله أنا بتصل على الرجال اليوم وأكلمك تليفون برضه. مرحبا. تليفونك. نعم. شاكر ومقدر أستاذ أبو طالب، شاكر بارك الله ومقدر. فيكم، جزاك الله فيكم على إضافتكم النوعية، وأشكر كل الإخوة المكبسين والداعمين لللايف. نحترمكم ونحبكم في الله، واستسمح من الإخوة اللي في القس، لأن الوقت دائما يكون محدود، عندي كثير من الالتزامات. على كل حال سنحاول غدا أن يكون لايف يعني غني جدا، غني بالمعلومات وغني كذلك بالمتدخلين. إلى ذلك الحين نترككم في حفظ الله وعونه.